ده اسهل واسرع طبق فطار ممكن تعمليه، صحي ولذيذ ومغذي. يلا بسرعة عشان تقومي تعملي الفطار الجميل ده. الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. طب القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفاءها ونور الأبصار وضياءها وروح الأرواح وسر بقائها. يا مساء الخير أو صباح الخير والسعادة والهنا والرضا على كل حبايبي ومتابعين الكرام اللي اشتركوا في قناتي واللي لسه كمان هيشتركوا. أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما أبدأ بفكركم بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب وتفعيل الجرس الكل عشان يوصلكوا لحد عندكم كل جديد بقدمه. النهارده هعمل معاكم فطار سهل جدا جدا وبسيط وحلو جدا وفي ثواني، مفيش غير وقت سلق البطاطس. وكمان انت ممكن ما تسلقيش البطاطس. الاول اقول لكم على كل المكونات. عندي هنا بطاطس مسلوقه متقطعه مكعبات كده وسلقتها. ممكن تعملي مكان السلق ده تعمليها مقليه زي ما هي كده بنفس الطريقه. تمام كده. عندي 5 بيضات وانت تعملي طبعا على حسب عدد اسرتك. عندي هنا خضره متقطعه على فلفل، ممكن تستغني عنها بس بتدي طعم حلو وغذاء طبعا للطبق. عندي هنا التوابل بتاعتي كركم وجنزبيل وملح وفلفل اسود وشويه وربع معلقه من الريحان وتوابل مشكله. دي كل المكونات بتاعتي. الطريقه سهله جدا جدا وبسيطه وصحيه، وممكن زي ما قلت لك ممكن تعمليها مقليه بس الافضل اللي هي مسلوقه عشان تبقى صحيه وحلوه يعني. يلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه. دي كل المكونات بتاعتي كده نشيلها على جنب. هنحط المادة الدهنية بتاعتنا. كده المادة الدهنية سخنت. هنزل هنا بالبطاطس. هشوح بس البطاطس كده لغايه ما تحمر نص تحميره معايا وهنرجع نكمل الفيديو مع بعض. كل حبايبي اللي بيتابعوني اللي مشرفيني دايما، البطاطس كده بالشكل ده المسلوقه معايا اللي انا قلت لكم عليها قلبتها كويس جدا جدا، وهنزل عليها هنا بشويه من الخضره والفلفل. خلي بس جزء كده صغير للزينه بس. وكمان التوابل. بسم الله الرحمن الرحيم. واقلبهم كمان تقليبه. شايفين الجمال؟ وجبه صحيه وسهله وبسيطه ومش محتاجه اي تكلفه كتير، وهتقطع معاكي كمان كتير. اي نعم البيض غالي بس يعني احنا بنعمل وجبه متكامله اهي مع بعضيها شويه. خلاص قلبت الخضره مع بعضيها. هنزل هنا البيض. بسم الله الرحمن الرحيم. لو حابه تحطي كمان تزودي على الاكله دي جبنه موتزاريلا مطلع على فكره تبقى حلوه. حبايب قلبي قلبت البطاطس كده بالشكل ده بكل الحاجات اللي احنا عملناها كده. طبق الفطار خلص، سهل جدا وبسيط وما فيهوش اي حاجه. شايفه الجمال والطعم والريحه ما شاء الله روعه. جربيها هتعجبك كتير. هغرف وارجع لكم نقدمها مع بعض. وبكده كل حبايبي الفيديو لحد هنا خلص. شوفوا بقى الطبق الجميل الصحي المفيد ده، قولوا له ايه رايكم فيه والطريقه السهله. لو عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقه لايك للفيديو، اشتراك في القناه، فعلوا الجرس للكل عشان يوصلكم لحد عندكم كل جديد بقدمه. الف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.